السلام عليكم أصدقائي، شلونكم اليوم؟ إن شاء الله تكونون بخير. اليوم طبقنا أو وصفتنا راح تكون لفات شاورما الدجاج الكريسبي بالجبن، من ألذ الوصفات اللي ممكن راح تجربوها. كلش طيبة ولذيذة وأطيب من اللي تكون بالمطاعم، يعني لفة من العمر. صدقوني جربوها على طريقتي وأنا متأكدة كلش إنكم راح تحبوها. فيلا نبدأ بالفيديو ونقول بسم الله. راح نحتاج كمية من صدور الدجاج، استخدموا النوعية اللي تحبوها، بس أنا أنصحكم أنكم دائما تجيبون صدر الدجاج يكون مدة الصلاحية اللي مكتوبة على العلبة تكون يعني جديدة، يعني حاولوا مثلا لا تخلوها بعد شهرين أو 3 تكون مدة الصلاحية وتنتهي، لا خلوها مثلا سنة لي قدام باقي لها انه تنتهي مدة صلاحيتها، تكون افضل يعني. بس والله مثل ما تشوفون حتى يعني تعرفون لا ينطينا زفر بالطبخ، ايش قد يكون التجميد ماله قديم ينطيكم زفر، ويعني عامة بالدجاج او باللحوم. بس والله مثل ما شفتوا قطعته تقطيعة كلش رقيقة، يعني شرائح رقيقة حتى تساعدنا بالسوا وتكون سريعة بالاستواء. ضفت 3 معالق من اللبن و3 فصوص من الثوم، راح أبرشهم برش، وراح أضيف معاهم نص معلقة من شاورما الدجاج، يعني بهارات شاورما الدجاج، ونص معلقة من بهارات قص اللحم. هاي لكم حرية الاختيار، تقدرون تضيفون بس بهارات الشاورما، بس أنا أحب دائما أخلطهم مع بعض ينطينا ميكس طعم كلش لذيذ. وضفت معاهم مثل ما شفتوا نص عصرة ليمونة، وأضيف معاهم شوية ملح، وأكيد ضفت نص كوب من الزيت، بس التصوير خاني فعادي انتوا ضيفوا نص كوب من الزيت واخلطوا المزيج كل زين، وخلوها بالثلاجة مدة ساعتين، وإذا تقدرون قبل بليلة اشتغلوا بيها وخلوها بالثلاجة لحد ما آه يعني شلون أقول لكم تمتص كل المزيج الخليط ويتبل معاكم تتبيلة كلش حلوة. فإذا ما عندكم وقت أكيد تقدرون تستخدموا الوصفة مباشرة. وهنا عندي كمية من الطرف أو اللية حسب المسميات اللي تسموها، تقريبا عندي 100 غرام من اللية هنا. ضفت معاهم التتبيلة بعد ما شوحته كلش زين وتحمص عندي اللية، زدت كل الدهن اللي بيه. راح أضيف صدر الدجاج مثل ما تشوفون وأقلبهم تقليبة كلش زينة، وعلى نار أكيد تكون عالية بالبداية لحد ما أشوف إنه زدت السوائل. راح أنص النار على المتوسط، يعني لا تخلوها النار كلش ناصية، لا خلوا النار متوسطة من بعد ما تنطوها هذه اللجعة بالبداية. شوفوا شلون هنا راح أخلي النار متوسطة وأخليها تستوي مع بعضها. شوفوا هنا من بعد ما استوى عندي ونشف كل السوائل اللي بيها، راح أطفي عليها النار وأخليها تبرد. عندي هنا بقسماط أنا مجففة صمون بالأوفن، خليته ينشف وبعدين طحنته بالمطحنة. تقدرون تستخدمون بقسماط الجاهزة كلش عادي. هنا عندي بيضتين، ضفت عليه على الخليط البيض والبقسماط نص معلقة من البابريكا ونص معلقة من الفلفل الأسود، وراح أخلط المزيج كلش زين. أكيد راح أضيف براس المعلقة كلش قليل، راح أضيف الصبغة الغذائية تنطينا لون كلش حلو للخليط، واخلطه خلطة هيج مدللة محترمة لحد ما يمتزج كل الخليط مع بعض ويتجانس كل المكونات اللي بيها. شوفوا شلون هنا جهزت عندي واكتفيت بهذا الخليط خلاص. راح أجيب خبز الشاورما أو التورتيلا. هنا عندي الثومية جهزتها على السريع، كان الوقت كلش متأخر وحسيت إنه راح أتأخر، فلفيت أول وحدة قدامكم وبعدين قطعت التصوير وكملت الباقي كلش سريع سريع حتى لا أتأخر بالتجهيز. ضفت معلقة مثل ما شفتوا من الثومية، وضفت معاها كمية من صدر الدجاج، وبعدين شوية من البطاطا والجبن. أكيد الجبن تكون جبنة خلينا نقول عكاوي، تمط معانا كلش حلو يعني باللفة.
بس والله من نفس التومية ما يحتاج تسووا له شغل زيادة. من نفس التومية شوية أخلي بطارف الخبز وأقلب يعني أسد بيها، أو خلي نقول نسويها صمغ للفة مثل ما شفتوا. آه، خليت اللفة بمزيج البيض، أرجع أخليها بخليط البقسماط كلش زين، أغلفه وخلاص تجهز عندي بكل سهولة، وصدقوني كلش سهلة، ومن اللفات اللي تكون مشبعة كلش ولذيذة، وراح تعتمدوها أنا متأكدة. بس خلوها 10 دقايق بالثلاجة أو بالفريزر، يعني لا أكثر من 10 دقايق، مجرد إنه تمسك نفسها ترجعون تشتغلون بيها. شوفوا عندي شوية زيت طفت بالطاوة وعلى نار متوسطة، راح أخلي القطع وأقلبهم كل زين. يعني خلي إيديكم دائما مع اللفة، قلبوها يمين ويسار لحد ما تحمر معاكم. هنا هم رجعت قلبتها مرة ثانية حتى لا يتحمص عندي من صفحة ثانية، تصير عندي يعني ما متحمصة كل زين. هنا عندي شوف شلون صار عندي الشكل. أحبها إنها تكون كلش يعني لونها يعني شلون أقول متحمصة زيادة، أحب هذا الشكل كلش. فلكم حرية الاختيار، تقدرون تخلوها أقل تحميرة، بس أنا أحب إن تكون بهذا اللون الذهبي العميق، كلش أحب لونها. راح أضيف كمية الباقية، أكيد سويت نصها بالجبن ونصها بدون جبن، مرات أطفالي يحبون ياكلوها بالجبن مرات بدون، فأني اختصارا للمسافات سويت نصها بالجبن ونصها لا. بس والله سويت كل الكمية مثل ما تشوفون، محمصتهم كلش حلو. راح أشيلهم وأشغلهم من الزيت أكيد كلش زين. وهنا جهز عندي الطبق، وأكيد أكيد كنت كلش مستعجلة صورت على السريع بس ما أحكي لكم الطعم والقرمشة. وصل السابع جار كلش، القرمشة كانت واو. وحتى لو تظل عندكم وتبرد عندكم يعني لي بعد ساعات طويلة راح تظل بهذه القرمشة اللي تشوفوها. وشوفوا شلون عيني يا عيني اللفة من الداخل، هي تحكي لكم عن نفسها أني ما أحكي. والطعم صدقوني خبل، وإذا عندكم خيار مخلل ضيفوا له تعطيكم نكهة كلش طيبة، بس أنا ما كان عندي متوفر. شوفوا لي المطة مال الجبن تجنن. بس والله بنات لي هنا وصلنا لنهاية الفيديو، أحبكم كومة، ولا تنسوني إذا حبيت الفيديو سووا لي لايك حلو من إيديكم الحلوة، وأشوفكم فيديو جديد إن شاء الله. مع السلامة، باي باي.